معي مباشرة الآن من القاهرة الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا فيك دكتور رائد على شاشة الحدث. أسأل ابتداء، هل نتوقع خيرا، أو بالأحرى هل سوف تخرج هناك أي نتائج متعلقة بالكشف عن هوية المتورطين بهجوم خرمور الأخير؟ بداية تحية تليق بمقامك الكريم سيدات الفضليات سادة الأفاضل، شكرا على الاستضافة. الحقيقة هذا ليس الهجوم الأول يعني أو الهجوم الأخير. أنا أتوقع أن الهجمات يعني ستزداد في الفترة المقبلة لعدة أسباب. قبل أن نجيب على سؤالك هناك نقطتين فارقتين. النقطة الأولى هي توقف امدادات الغاز من إيران. النقطة الثانية هو افتتاح القنصلية الجديدة في أربيل. يبدو أنه صانع القرار المؤثر على تلك الجهة التي قامت بالهجوم بات يعي جيدا بأنه الدور الأمريكي بدأ يستعيد زمام المبادرة داخل الإقليم تحديدا والعراق بشكل عام. الجهة الأخرى أو الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم، بغض النظر عن أنه تكشف أو لا تكشف، هي معلومة لدى كل الجهات، يعني لدى حتى الأربعة القادة الذين يديرون ملف التحقيق، هم يعرفون من هذه الجهة. إذا كنا نحن من نعرف هذه الجهة، لأنه انطلقت من إحدى المعسكرات التابعة لإحدى الطائرات المسيرة. طبعا طائرات مسيرة، هي 3 طائرات مسيرة وليس هجوم بصواريخ أو ما إلى ذلك. فبالتالي معروف نوعية هذه الطائرات وتحركاتها، وفي نفس الوقت حركتها أيضا. الحقيقة أنه التأثير الأساسي لهذا الهجوم هو يأتي لإحراج حكومة السيد السوداني، لأنه حكومة السيد السوداني بدأت تنفتح أكثر على الإقليم، بدأت تحاول حل مشكلة الرواتب وتم تحويل جزء من الرواتب وما إلى ذلك. لكن الحقيقة اللي يجب أن نقف أمامها كثيرا بأنه صانع القرار المؤثر على تلك القوى المسلحة المسيطرة على السلاح واللي جزء من الدولة العميقة التي تحكم العراق أصبحت الآن في خانة صعبة جدا تحتاج إلى أن تعيد نفسها. طيب في سياق أو في هذا الإطار، يعني دكتور رائد، بما أن وحسب ما تقول أنت أنه أصبح هناك مجال لمبادرة أمريكية أكبر في العراق، خاصة مع يعني الحراك الأمريكي الأخير والأوامر الأمريكية من ترامب مؤخرا، إلى أي مدى يمكن لهؤلاء المسؤولين العراقيين المرشحين بالفعل أن يستغلوا هذا الوضع للكشف هذه المرة عن هوية المتورطين؟ خليني أرتبها بترتيب مقبول. السيد السوداني كان يعرف الهجوم الأخير كان في تموز، وهو كان أيضا هجوم مهم جدا. كان يعرف الجهة المنفذة ولم يفصح عنه لأسباب انتخابية أو غيرها. أيضا وزير الداخلية كان يعرف في ذلك، وأيضا السيد قاسم العرجي. لهذا هذه الثلاث قيادات مع كل التقدير والاحترام لها صعبة كجزء من الإطار التنسيقي. هي جزء من الإطار التنسيقي، هذه القيادات الثلاث. صعب جدا، ربما أعتقد بأنه ستتحرج عن ذكر الأسماء لأنه هي مرشحة، وهذه القوى المسلحة لديها حاضن سياسي ضمن الإطار التنسيقي، بمعنى أنه لديها امبريلا ضمن الإطار، امبريلا سياسية، وفازت بالانتخابات ولديها مقاعد. هذه القوى التي قامت بالهجوم أو التي أعدت أو التي ساهمت في الهجوم. لهذا من الصعوبة بمكان الحديث عن القيادات الثلاثة، لكن المساحة الأوسع في تقديري هي لدى مدير جهاز المخابرات السيد الشطري. السيد الشطري يعني ليس مرشحا بقوة، لكن بنهاية المطاف هو مرشح، وبالتالي هو عنده المساحة أنه يكشف. وهذا طبعا دور جهاز المخابرات، لأن هذه الجريمة هي جريمة حدثت على أرض عراقية بدعم دولي من دولة خارج العراق. لهذا لديه المساحة السيد الشطري لأن يعبر ويقول أنه هذه هي الجهات التي قامت بالهجوم وهي المسؤولة عن الهجوم. طب أنت بتعرف الآن دكتور رائد أنه الأمريكان بيقولوا أنه في خريطة طريق يريدون أن يقوموا بتطبيقها، شكل وطريقة تعاطي الحكومة خاصة بملف حصر السلاح، وهذا طبعا مبني على كل الاتفاقات الأمريكية العراقية سابقا، اتفاق الإطاري وما إلى ذلك. أين يمكن أن يتحرك مسار أو ملف حصر السلاح بيد الدولة؟ لا، شوف، الأمريكان كل هذا الحديث مع كل التقدير للسيد مارك سافايا، وأنا أقرأ له دائما التغريدات وأقرأ
أقرأ ما بين التغريدات. حتى أنا رديت على التغريدة اللي يتحدث فيها عن خارطة الطريق وأنه تلقى بعيد الشكر، أنا رديت عليه بتغريدة واضحة. يحمل أوامر من ترامب. الولايات المتحدة الأمريكية دكتور رائد قال إنه يحمل أوامر خاصة من ترامب نفسه، يعني حتى هكذا كانت الصياغة بالمناسبة. نعم. ترامب يعرف هذه الجهات. ترامب في حكومته الأولى، في قيادته الأولى، دعم هذه الميليشيات المسلحة. ترامب هو الذي سمح بشكل أو بآخر لنفاذ وقوة نفاذ هذه السلطات أو هذه القوى المسلحة في العراق. ترامب نفسه يعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت هذه الفصائل، والولايات المتحدة الأمريكية ويعلم ذلك ترامب جيدا بأنها شريكة لإيران. إذا أردنا أن نتهم إيران بأنها تدعم هذه القوى المسلحة، بس بسياق الفصائل ولا بسياق الحشد الشعبي؟ سمعتها من رم. أنا لا أقصد الحشد الشعبي، أنا أقصد الفصائل المسلحة، لأنه قد يقول قائل بأنه افصل الفصائل عن الحشد الشعبي. طيب. فترامب يعلم ذلك، أما أن يعطي تصريحا أن يعطي ذلك لمبعوثي. شوف، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية في العراق حتى يرتاح الجمهور العربي والعراقي من يشاهدنا. هذا الرجل جاء ليس لحصر السلاح، أنا أقولها بكل أمانة، وسنتحدث عن ذلك مستقبلا، سيتحدث الآخرون. ترامب بعث مبعوثه لبناء شراكة اقتصادية مالية تعوض الولايات المتحدة الأمريكية عن الخسائر التي خسرتها في العراق. هذا موضوع السلاح وما إلى ذلك سيكون شأنا داخليا في نهاية المطاف، سيفتت هذه القوى المسلحة، ستتفتت داخل الدولة العراقية. لهذا الحديث عن أنه مبعوث ترامب جاء لنزع السلاح هذا غير صحيح ولن يكون واقعيا للأسباب. واحد، الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تلعب بهذه الورقة مع إيران. نعم. اثنين، لأنها تعلم جيدا بأن هذا السلاح يمكن أن ينهي تواجدها بطريقة أو بأخرى داخل العراق. ثالثا، وهذا هو المهم، أن هذه القوى المسلحة جزء من الدولة العميقة وأصبح لها حاضن سياسي. لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تلغي هذا الحاضن السياسي، لهذا ستتعامل مع هذه القوى المسلحة شاء من شاء وممثلة برلمانيا. شكرا. أعتقد واهبا من يعتقد بأنه هذا الرجل جاء لنزع السلاح بشكل مباشر وسريع، هذا غير منطقي وغير مقبول. إذن الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا ويعطيك العافية.